كتاب الصلاة باب التحديد من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. وفي هذا الباب حديث منها حديث أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وعن عبد الرحمن بن شبر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. ونقرة الغراب المراد به تخفيف السجود وأن لا يمسك فيه إلا كما يمسك الغراب إذا وضع منقاره فيما يريد أخذه. يقول عبد الرحمن بن شبر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبب، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. ومعنى أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير أن يتخذ مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، يتخذ مكان محدد ويحرص أن يصلي في هذا المكان، ويجعل أو يقبض إذا أحد صلى في هذا المكان، وربما يقيم من صلى في هذا المكان، وهذا منهي عنه وربما يصل إلى تحريم. وحكمة من يجعل الإنسان له أكثر من مكان يصلي فيه في المسجد مع إدراكه بفضيلة الصف الأول أن تشهد له هذه الأمانة عند الله عز وجل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والحديث المعروف حديث الرجل المسيء صلاته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة أكثر من مرة، وفيه يعني أمر بأن يجعل الإنسان من الصلاة طمأنينة فيقيم الركوع والسجود كما أمر الله عز وجل به. ولو راجعنا أيها الكرام صلاتنا وخاصة صلاة النفل لوجدنا أننا يعني ربما نقصر في إتمام الركوع والسجود، وربما يستعجل الإنسان من أجل أشغال الدنيا، وهذه الصلاة التي يتم ركوعها ولا سجودها كان تاركا من أجلها ومن ثوابها. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم فرائض